بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كلمات القرآن معنا في هذا اليوم قول الله سبحانه وتعالى: نوله ما تولى. نوله ما تولى جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومعنى نوله أي نكله في الآخرة إلى ما اختاره لنفسه. هذه الآية فيها تهديد وفيها وعيد لمن يكون في شك والرسول عليه الصلاة والسلام في شك آخر في أي مجال، يختار طريق غير طريقه، لم يقتنع بطريق النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وهم أصحابه. فمثل هذا النوع قال الله له: ومن يشاقق الرسول، أي يكون في شك والرسول في شك، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نكله إلى هذا الطريق الذي اختاره، نوله ما تولى ونصله جهنم، نكله في الآخرة إلى الطريق الذي اختاره لنفسه هو. وجاءت بعدها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. عندنا كلمتان، بعل والبعل مشهورة شيئا ما أن البعل هو إيش؟ الزوج. إلا قول الله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فالمقصود بالبعل صنم يعبد في الشام، إله من دون الله، عبد من دون الله، وإلا فالبعل في اللغة هو الزوج. قال الله: وإن امرأة خافت من بعلها، أي من زوجها، نشوزا أي تجافيا وإعراضا عنها لأي شيء. وهذا يذكر أهل التفسير أنه يكون عند من يتزوج بزوجه فيجد منها من الخدمة أو الرغبة لها أكثر من الأخرى، فتجد الأخرى فيه تجافيا وإعراضا. فإن كانت عاقلة مشت على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله، فتجعل بينها وبينه الصلح، تتنازل عن بعض ما هو لها أو كذا من لياليها وتبقى عنده في النفقة أو غيرها. قال الله: وإن امرأة خافت من بعلها، خشيت من هذا الزوج، نشوزا أي تجافيا عنها أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح هو فيه تقديم تنازلات حتى يتم الصلح. وهكذا قال الله جل وعلا: تلووا أو تعرضوا. ما معنى تلووا أو تعرضوا؟ تلووا معناه الميل، اللوي هو الميل والانحراف، يلتوي الشخص أي يميل. هذه جاءت في ذكر الشهادة في القرآن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي كونوا عدول في الشهادة، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي شهادة لله ليست فيها محاباة ولا مجاملات، شهداء لله ولو على أنفسكم، أي شهادة المرء على نفسه، أو الوالدين، أي شهادة على أبيه أو أمه، أو الأقربين. الشهادة هي أمانة، فقال: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا، أي لا تجاملوا في الشهادة ولا تحابوا فيها، غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره، فالله أولى بهما، الله أولى بهما بهذا وبهذا ولستم أنتم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي تميلوا عن العدل، أو تلووا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أي تلووا الشهادة، تحرفوا الشهادة، يلويها عما هي عليه، ما يأتي بالشهادة على وجهها، بل يلويها يمين أو يسار لصالح من أراد، وهذه خيانة في الشهادة. وإن تلووا أو تعرضوا. ما الفرق بين تلووا وتعرضوا؟ تعرضوا أي تكتموها، تعرض عن الشهادة، تتخلى عنها، وهذه مصيبة إذا طلبت منه فكتمها. قال الله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لأنه كتم حق لغيره، ربما تضيع حقوق بسببها. فمعنى تلو أي تميل بالشهادة عن وجهها إلى وجوه أخرى ولا تأتوا بها على الحقيقة. أما تعرض فمعناه تكتموها بالكلية، أعاذنا الله من هذه الصفات.
ثم جاء بعدها قول الله جل وعلا بعدها بكثير: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نستحوذ معناها نحمكم ونتولكم. نستحوذ نتولكم. قال الله: استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى عليهم. وهنا نتولكم ونحمكم، وهذه جاءت في حق خطاب المنافقين للكافرين. 3 فئات: منافقون وكافرون ومؤمنون. فالمنافق يتربص الدوائر بأهل الإيمان. قال الله: فإن كان الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، أي فتح الله على المؤمنين بالظفر والغنيمة والنصر، قالوا: ألم نكن معكم؟ نحن معكم في الجهاد، لأن المنافق في ظاهره إيش؟ مسلم، فنريد نصيبنا من الغنيمة. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب، أي كانت الدولة والصولة للكافرين، جاءوا إليهم فقالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ أمران: نستحوذ عليكم أي توليناكم، كانت نفوسنا معكم، هدفنا معكم، قلوبنا معكم. ألم نستحوذ كان تولينا لكم، توليناكم فراسلناكم وأظهرنا لكم عورة محمد صلى الله عليه وسلم وعورة من معه، أي الخلل والضعف في أماكن المؤمنين، أريناكم ذلك. هذا معناه توليناكم. ونمنعكم من المؤمنين، ومعناه نمنعكم أي النصرة، أن نصرناكم بأن خذلنا عنكم المؤمنين. وهذه من صفات المنافقين الشريرة، وبها وبأمثالها استحقوا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، لأنه لا كافر ظاهر صرف ولا مؤمن صرف، بل خداع، مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.